الزمالك داخل على كارثة، لو انت مش قادر تستوعبها فتابع معايا التلات اربع دقايق الجايين دول، هشرح لك الكارثة وهشرح لك حلها. بعد نهائي كاس مصر النهارده اللي هيتلعب بين بيراميدز وبين زد وفرقتين لا جمهور لا طموح لا إرادة لا شعبية لا تاريخ لا أي حاجة، تفقد قيمة كاس مصر أكتر من 90% من قوتها في جمهورها. قوة الكورة الجمهور. فاحنا هنتكلم في كام نقطة كده حبا في الزمالك، والله مش عشان حاجة. الأهلي ممكن يكون انسحب من البطولة فعشان كده ما وصلش الأدوار النهائية، لكن الزمالك خرج من أول دور، ودي حاجة في حد ذاتها بتدل إن الزمالك داخل على الأسوأ، والأسوأ ده في إيدين الجمهور إنه يحله ويطلع بالفريق اللي قدام. انا لخصت لك من وجهة نظري كراجل اهلاوي، لخصت لك كام نقطة يقولوا الزمالك يقدر يطلع من الازمة اللي هو فيها دي ازاي باسرع وقت. طبعا بدايتهم تبقى في النجوم. الزمالك محتاج ان هو يبتعد عن النجوم شوية، يبتعد عن ان هو النجم لازما يخلد في النادي، لان النادي دلوقتي في اصعب حالاته المادية، فمحتاج ان هو يطلع اللعيب سنة سنتين اتنجم يطلع يتباع يجيب فلوس، نقدر نسند نقدر نبيع ونشتري ونبعد عن اللعيبة الأجانب. ومش شرط ومش قاعدة ثابتة، هو مش فرض ان انا اجيب لعيبة اجانب في الفرقة. هم دول ازمات الزمالك كلها بتيجي دايما من اللعيبة الاجانب. طبعا بعد ما تعمل حتة ان انت ما تنجمش فريق، وليكن زيزو اللي هو اللغط كله داير عليه اليومين دول، ان زيزو يجدد ما يجددش، ارقام فلكية. الرقم اللي هياخده زيزو ده هو رقم بيسخر النادي تحت سيطرة لاعب واحد، وانا مش محتاج دي. انا محتاج اطلع زيزو اكسب من وراه فلوس، اطلع شباب يلعبوا في نطاق المجموعة، في اداء جماعي مش اداء فردي. فانت بعد ما تعمل كل الكلام ده كله محتاج تصعد الشباب ليهم عامل كبير. الشاب اللي هيطلع ده هو مش مكلفك كتير، زائد ان انت كمان سنة سنتين تقدر تطلع 2 3 تقدر تصرف عن النادي من قلب النادي، وما تحتاجش تجيب لعيبة كسر ان كان اجانب او مصريين. كمان لازما وانت بتجيب لاعب او بتجيب مدرب او بتحاول تعمل اي حاجه ليها علاقه بالنادي، انت تستخدم اسم النادي اكتر من ان انت تستخدم انت هتيجي عشان خاطر تعيد مجدك. لو انت كنت خرجت من الاهلي قبل كده فانت محتاج فريق يسندك او الكلام ده كله، لا خالص. انا محتاج ان انا اوصل للاعب ان انت جاي نادي الزمالك عشان هو نادي الزمالك، مش عشان هو الند للنادي الاهلي، لا، عشان قوة نادي الزمالك وتاريخه هي اللي بترجح لك ان انت كلاعب تقدر تيجي نادي الزمالك. برضه في نطاق نادي الزمالك ان انت كنادي تحاول دايما تكسب البطولات اللي انت شايفها كراجل مشجع للنادي ان هي ضعيفة. البطولات اللي انت شايفها ضعيفة دي بتعلي من القيمة التسويقية للنادي، بترفع شأن النادي، بتخلي النادي دايما على الساحة، دايما نادي بطولات. يعني نتفق او نختلف، بطولة الرابطة ضعيفة او مش ضعيفة فهي محسوبة بطولة. لو نادي الزمالك قدر يركز فيها وياخدها فهو هيقدر يعمل رقم قياسي في بطولة ممكن يكون الاهلي ما بيشاركش فيها، يقدر يعمل رقم قياسي في بطولة كاس مصر يكسبها ويقدر يقرب من النادي الاهلي، ودي اكتر بطولة قريبة فيها الفرق يقدر الزمالك يعوضه. يقدر الزمالك لما يلعب الكونفدرالية مع فرق اضعف منه ان هو يحط نفسه دايما في التقييمات ان هو ياخد البطولة، ده يرفع من العائد المادي، يجذب استثمارات، يخلي اسم النادي موجود، ما يبقاش اسم النادي سنة مع سنة بيتمسح بأستيكة. وجود البطولات الضعيفة اللي انت ممكن كمشجع تشوفها ملهاش اي قيمة، بس هي دي اللي بتخلي نادي الزمالك موجود على الساحة لحد ما يقدر نادي الزمالك يقف على رجليه. طبعا نادي الزمالك كمان محتاج حاجة ممكن تكون هي عبء عليه من جمهوره. يعني اوقات كتيرة الشخص لما بيحب حاجة بيحولها لسلعة هو يهدمها بإيديه. لما تيجي تتفرج على الناس أغلبية الزملكاوية، أنا بتكلم حبا في الزمالك وحبا في الزملكاويه كلهم اخواتنا وقرايبنا، بس لما تيجي تتكلم وتتفرج على سوشيال الزمالك هتلاقيها اغلبيتها نحر وشتيمه وزعيق ومصالح شخصيه واهواء شخصيه. فين النادي؟ فين الكيان؟ فين البراند اللي انت بتحاول تعليه لما لاعب من عندك، بدل ما انت بتخش في تناحر مع اخوك المشجع لنفس النادي، بدل ما انت بتتناحر معاه ما تخش استفتاء يكون فيه لاعب
من نادي الزمالك، يكون في مدرب من نادي الزمالك، تعلي الرينج بتاعه، بحيث الحاجات دي بتسمع في القيمه التسويقيه، بتسمع عند الشركات ان انا كنادي عندي قوه شعبيه. لكن لما معلش يعني لما يكون افضل لاعب وينج يمين في نادي الزمالك على مر العصور احمد سيد زيزو، وهو من افضل لعيبه في مصر، ويجي ميدو جابر اللي بيلعب في النادي المصري اللي هو يعني لعيب خرج من النادي الاهلي عشان سوء اداؤه، يكسب طبعا يكسب زيزو بقوه جماهير النادي الاهلي. طبعا دي حاجه انا اشوفها عيبه في حق جماهير الزمالك، وانتوا كجماهير الزمالك اللي بتقللوا البراند بتاع نادي الزمالك. انت محتاج تعمل شغل في صمت، محتاج تبعد عن المظلوميه، تبعد عن اسم الاهلي خالص، لان انت طول ما انت بتقول اهلي فانت الزمالك بيختفي. بتلاقي دايما في البرامج والسوشيال والبرامج على التلفزيون اي واحد جاي من ابناء نادي الزمالك جاي يتكلم فيدخل اسم الاهلي، فاصبح اسم الاهلي هو اللي طاغي على اسم الزمالك في الحلقه اللي هي بتتكلم على الزمالك. فدي حاجه مش مفضله ولا محبذه ان انت تعملها، لان دي بتاثر عليك انت كنادي في المستقبل. محتاجين ان انتوا تتكاتفوا، بدل ما انتوا تعملوها مصالح شخصيه مع بعضيكم، محتاجين ان انتوا تخشوا الحاجات دي وبقوه، الاستفتاءات وبقوه. في النهايه هقول لك زي ما الجمهور محتاج يتكاتف ويستخدم السوشيال ويضغط ويحاول يعلي البراند بتاع نادي الزمالك عشان خاطر يرجع تاني نادي الزمالك لقوته المعهوده، محتاج برضو ان انت ما تنجمش لعيب، لان تنجيمك للاعب وتخليه فوق الفرقه فده بيوصل ان اللعيب بيتراخى او بيتساهل، لانه حاسس ان في جماهير سنداه، فهو حتى لو ادى وحش فالاداره كمان هتجدد له. ولنا في الموضوع ده لعيبه كسر مش هنتكلم عليهم، لان احنا لو اتكلمنا عليهم في ناس هتطلع تقول لك اساطير ومش اساطير، ده كلام مش موضوعنا. انا يهمني مصلحه الزمالك، انا راجل اهلاوي محتاج اشوف الزمالك في قوته. فانت محتاج كجماهير زي ما قلنا في الملخص ان انت تسند الفرقه، ما تسندش لاعب. طب لاعب اتنطط على الفريق بره، مفيش حاجه اسمها انت نجم، مفيش حاجه اسمها انت مفيش منك. نادي الزمالك عمره حاليا بتتكلم في 110 سنه، دي ارقام يا جماعه مش قليله. الارقام دي عمل تاريخها لعيبه كتير اعتزلت، وفيهم اللي توفى وفيهم اللي اتنقل لنادي تاني. فنادي الزمالك مش واقف على نجم في الختام، نادي الزمالك كيان كبير، ما تصغروهوش، ما تحاولوش تقللوا منه، لان هو كيان كبير. سلام.